رحت المكان اللي قالب الدنيا على السوشيال ميديا وهو 6901 اللي موجود في وسط البلد ورا سينما مترو. قد ايه وسط البلد منطقة جميلة جدا، مهما اتأسست في القاهرة مدن كتير تفضل وسط البلد ليها الطابع الخاص بتاعها. المكان ده راحوا ناس كتير قوي، في ناس حبيته وناس كرهته، فانا حبيت اروح بقى بنفسي واشوف الحكاية، ولما اشوفها ابقى احكم عليها. اول حاجة هتلاحظها هنا ان انت واقف هتلاقي لوكيشنز كتير قوي عشان تتصور، بس اكتر حاجه شدتني فعلا ان كان موجود عربيه للتبرع باي لبس قديم عندك ما بقتش محتاج، وتروح تتبرع بكل سهوله، تاخد ثواب وكمان تفيد غيرك. فدي يا صاحبي تفصيله صغيره بس بتحكي لك كتير عن فلسفه المكان. بخصوص الاسعار، فعشان ابقى صريح معاك الاسعار هنا مش رخيصه. اونر المكان نفسه هو اللي اكد لي ده، اللي انا اتكلمت معاه عن الاسعار هو كان ليه وجهه نظر مختلفه شويه عن باقي الاماكن. برضه كان مهم قوي بالنسبه لي ان انا اروح لعم سيد المكواجي اللي الناس كلها بتقول ان الراجل اتاخد منه المكان غصب عنه وشغال معاهم غصب عنه، وانه على طول شغال وهو مش مبسوط بسبب اللي حصل له. فرحت واتكلمت معاه. اكتشفت يا صاحبي في التجربه دي ان في حكايات كتير قوي بتتصدق عشان بنسمعها من طرف واحد، ما بنسمعهاش من الطرف التاني. اول ما بتدخل المكان هتشوف محل السندوتشات بالاوبن كيتشن، هتاخد اكلك وتاكل على ضوء الشموع، ولو عايز تاخد الاكل وتطلع على العربيه بره تاكل برضه براحتك. المنيو كله مكتوب على الحيطه، بس اكتر حاجه شدتني هناك هي اوضه المزيكا والديكوريشن بتاعها، الجراموفون، الاسطوانات، تختار اللي تحبه وتشغله. خصوصا ان دي اول مره في حياتي كنت اسمع اغاني من الجراموفون. انا راجل بميل شويه للجيل القديم، فببقى حابب ان انا اعيش التجارب اللي هم عاشوها. انا اخترت فيروز، كان في احساس مختلف كده وانا بسمع فيروز بصراحه من الجراموفون. برضه قابلت زياد هو صاحب البراند، والبراند اسمه يلو تاب، وده موجود في المعادي، بيدي هناك كورسز ميوزك وكمان بيعمل انشطه زي ممارسه اليوجا وهكذا. وزياد هنا كان بينصحني ان انا امارس اليوجا، بس انت عارف بقى الصحه على القد. دخلت بعد كده على اوضه اللبس. انا بصراحه ما عجبنيش قوي اللبس فما اهتمتش بالاسعار، بس عجبني جدا ان هم بيصنعوا كل حاجه بنفسهم، والمجله فيها اكتر من 1000 موديل، تقدر تختار الموديل اللي انت عايزه يصممه لك وانت واقف، او لو عايز حاجه على ذوقك برضه هيعملها لك. وان هم طبعا لوكال براند فلازم ان احنا نشجعهم، وانا عموما بحب وبقدر اول صنعه دي. المكان مليان لوكيشنز للتصوير، تقدر تاخد لك صوره حلوه تنزلها على الانستجرام، او يا عم تغير صوره الفيس اللي انت ما غيرتهاش من 2010. واتكلمت مع واحد من اونرز المكان وهو مروان، واتكلمنا في غلاء الاسعار. قال لي بعيدا عن جوده الخامات، بس هو عايز يساعد الناس اللي حواليه، هو عايزك تيجي تاكل عنده بس تشرب في قهوه هشام، لان من فلسفه الراجل ان هو عايز يوسع رزق الناس اللي حواليه. حتى الراجل قال لي احنا بنحاول نساعد كل جيراننا، فهو مثلا عنده مخبز بسكوته بس بيجيب العيش من مخبز عم شريف اللي موجود في ميدان طلعت حرب، وبرضه يقدر يعمل الايس كريم بنفسه بس بيجيب ايس كريم الزبادي التوت اللي عاجب الناس كلها من عبد الرحيم كويدر عشان يحافظ على ريحه وسط البلد في المكان. وحتى فكره انه يديك ملبس وانت بتحاسب، فالملبس ده هو جايبه من محمصه عبد المعبود اللي موجوده في شارع البستان في وسط البلد. فالراجل بيحاول دايما ان هو زي ما ربنا رزقه يوسع رزق الناس اللي حواليه، لان طول ما مكانه زحمه الناس اللي حواليه هي برضه هتستفيد من وراه. اكتر حاجه حسيتها هنا ان برضه كل العمال هنا حابين قوي الشغل، بيتكلموا معاك بكل حب وبكل ود من غير اي خنقه، بيقولوا لك تصور فين وتعمل ايه، بيضحكوا لك طول الوقت. خدمه فوق الممتازه. على بقى اما نروح ونسمع حكايه عم سيد. حبيبي اخبار كله تمام؟ الحمد لله. عم سيد، انت هنا في وسط البلد بقالك قد ايه؟ بالي كتير، يعني قد ايه، من امتى مثلا؟ يعني اقول بالي كده بتاع 35 سنه 40 سنه. طب الناس ليه بتقول ان انت لما بتقف هناك بتبقى متضايق ومش مبسوط ومكشر؟ لا يعني لا انت بتبقى متضايق. مبسوط انت هناك؟ مبسوط والحمد لله. طب انت اصلا جات لك هناك ازاي انا وضعي كده ما بضحكش، اه طول ما انا في شغلي اه ما بضحكش. مركز في اكل عيشك بس. اه طب هم هناك اسيب شغلي نجري والارض نربح. اه طب هي الناس بقى اللي بتجيب لك لبس تكويه بتجيبه لك انت بتكويه هنا ولا بتكويه هناك؟ لا بكوي شغلي انا هنا. امال هناك ده ايه؟ هناك ده شغلهم هم حاجتهم. يعني انت هناك بتبقى شغال معاهم، بتروح هناك من كام لكام؟ من 6 اخر النهار. انت عارف ان انت اصلا انا جيت اول حد سالت عليه هو انت، لان الناس كلها مستغربه. ليه يعني مبسوط فيا؟ الناس كلها مستغربه ليه عم سيد بيبقى مكشر في لا مش مكشر. بس انت فهمتنا دلوقتي ان يا جدعان عم سيد بيبقى مش مبسوط وهو ان يا جدعان عم سيد بيبقى طول ما انا في شغلي ما بضحكش. طول ما هو في شغله ما بيضحكش، هو راجل مركز في شغله ومالوش دعوه باي حاجه ثانيه. كده عشان كده ما بيضحكش، فما تظلموش الراجل. نضحك ليه؟ نضحك ليه صح. طب عم سيد، انت اصلا عايش هنا في وسط البلد؟ لا امال عايش في المرج. عايش في المرج. وانت من القاهره ولا منين؟ من القاهره. بتروح بقى هناك المحل هناك الساعه كام؟ 6 ونص. وتمشي 10. تمشي الساعه 10 وتيجي هنا تفتح الورشه هنا الساعه كام؟ الصبح 10 ونص. 10 ونص الصبح. انت اصلا عم سيد الشغلانه هوايه ولا انت وارثها؟ لا انا لوحدي بس. انت لوحدك؟ من زمان يعني؟
تمام. شكرا يا عم سيد، احنا كده خلصنا. انت تؤمر يا باشا. ربنا يخليك يا عم سيد. يا وكده سلام. عرفنا ان عم سيد ما بيبقاش مكشر انا ولا حاجه. حبسي طول ما انا عشان في شغلي. عم سيد ما اكل بيضحكش. العيش ما فيهوش ضحك. عم سيد ما بيضحكش طول ما هو في شغله عشان اكل العيش ما فيهوش ضحك، ويا ريت كلنا نعمل زي عم سيد. شكرا يا عم سيد. اي خدمه حبيبي. دي كانت حكاية عم سيد وعن تجربتي في 6901. فهي كانت تجربة لذيذة، مش محتاجة خالص كل سوء الظن اللي حاصل على السوشيال ميديا. ولو انت في وسط البلد مش هتخسر اي حاجة لو عديت وتمشيت لك شوية وخدت لك كام صورة حلوة من غير ما هتدفع جنيه، لانهم هناك مش بيجبروك تاكل او تشرب. لو دخلت ولفيت بس عادي، محدش هيقول لك حاجة، والناس هتتعامل معاك احسن معاملة. لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، بمعنى ان مش اي حاجه نشوفها على السوشيال ميديا ان احنا نصدقها ونمشي وراها. تعال شوف المكان هنا وتعالى بنفسك واحكم. شوف الناس اللي شغاله جوه في المكان حابه المكان ازاي وبتحاول انها تساعد في تطوير المكان ازاي، وهم دول اللي تحكم منهم سواء المكان وحش سواء المكان حلو سواء المكان يستاهل اسعار الحاجات اللي موجوده جوه او لا. اخيرا لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. ما تصدقش حاجه غير لما تشوفها انت بعينك. بس كده، كنت معاكم انا خالد. يا رب الحلقه كانت تبقى خفيفه عليكم، ولو عجبتك الحلقه ما تنساناش بقى بلايك وشير وسبسكرايب، وقول لي في الكومنتات تحت تحب الحلقه الجايه نبقى موجودين فين. دي كانت تجربتي مع 6901. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اخوك بقى يا صاحبي بلايك شير سبسكرايب، تعمل لي كومنت تقول لي فيه تحب الحلقه الجايه اروح اصور فين كده، اي حاجه يعني. يلا سلام وخلي بالك على نفسك.